من أخطر التجارب المحرمة تجربة الجنة. في الخمسينات عالم نفس أمريكي اسمه جون كالهون عمل تجربة غريبة على الفئران. قرر يوفر لهم كل حاجة ممكن يحتاجوها: أكل بلا حدود، مياه دايما موجودة، أمان كامل ولا أي خطر. في البداية كل حاجة كانت مثالية، الفئران عاشت في هدوء واتكثرت بسرعة وكأنهم فعلا في جنة. لكن مع الوقت ومع زيادة العدد بدأ يحصل شيء غريب. رغم إن الموارد لسه متوفرة، العلاقات بدأت تبوظ والفئران بدأت تاكل بعضها وأهملوا صغارهم. بعد فترة التكاثر وقف وبدأ المجتمع ينهار لحد ما انقرض بالكامل. الغريب إن الانهيار ما حصلش بسبب الجوع أو الخوف، حصل رغم إن كل شيء كان متوفر. ودي حكمة ربنا لما قال في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الراحة المطلقة مش دايما سعادة، والحياة من غير هدف أو معنى ممكن تدمر أي مجتمع. التحدي، السعي والمسؤولية مش عبء، أحيانا هم اللي بيخلوا للحياة قيمة.